معانا النهارده تفتيح باك الفتى اللي فعل المستحيل في مونديال 22 ونازل كمان ببطاقه بيك تايم وانزو فرنانديز واللاعب السويسري. فيا ترى الحظ هيكون معانا ولا هيعنينا؟ فما تنساش تعمل لايك واشتراك، ويلا بينا نبدا ومشاهده ممتعه. فيلا بينا مع 14,000 كوين. عاوزين كيليان امبابي وعاوزين انزو، مش عايز الواد السويسري بس عشان ذكاك ما يخونكيش يا كونامي. ما تقولش هو ده بقى، لا مش هو. طب خير خير. هنودي تاني 900 بحظه كلها. يعمل لايك واشتراك ويفعل الجرس ويكتب كومنت كده، ما طلعش حد اللي بيه مين ده. طيب تالت 900 بقى، وان شاء الله بقى يطلع حد. واللي هيسألني الحساب ده مين، حساب ابو نواف. ابو نواف انت حظك وحش يا ابو نواف، مش هينفع كده. وقعد مع 14,000 كوين لازم يختم الباكج طبعا. تعالى نودي كمان 900 كوين، بقالنا 4,000 كوين لسه ما طلعناش حد. واخيرا بس يا ترى هيكون مين بقى؟ يا رب ما يكونش السويسري، عشان لو السويسري هنتسوح كده فيها تختيم باك. فيا رب ما يكونش السويسري. لو طلع لنا مبابي خلاص شكرا. لو طلع لنا مبابي من دلوقتي هنقفل على طول كده. السويسري طبعا يا كونامي، طبعا هو سيناريو مكتوب كله اللي صار على الفيديو ده مكتوب. لا يحصل كده، يطلع لك السويسري الاول. لازم كلنا بقى نعمل ايه؟ ما تنساش تعمل لايك بقى واشتراك يا عم. بص الواحد تعب على الفيديو والله لحد دلوقتي عشان اصلا يلاقي حد معاه حساب في الكوينز دي كلها. واخد بالك انت؟ يلا بينا على طول 900 كوين. اكيد مش هيطلع لنا اتنين مع بعض اكيد. صاحب الحساب ده صاحبي وهو اصلا حظه نحس، فبيدينا على ان انا يكون حظي حلو وحظ انحس منه ما شاء الله. مش فاهم فيه ايه ده كله. انا عاوز اقول لكم هو محوش التحويشه دي قعد تقريبا من اول 2025 لفوتبول 25. بص هيخلصها. فيعني احنا في الباكج بقى فاضل فيه 80 لاعب. امبابي اخيرا يا جدع. انا طهقت اسال يا عم صاحبي هيكمل ولا لا على انزو، بس اعتقد مادام وصلنا للحد ده اعتقد هيكمل. ويلكم بالفحل كيليان امبابي بنسخه بيك تايم ب3 مهارات اسطوريين حرفيا. وبعد شويه مناقشات اتفقنا ان هنودي مثلا 900 كمان وخلاص. اول 900 مفيش حد. اخر 900 يا جدعان عشان كده كتير قوي، وهو عايز يسيب كوينز عشان الفوتبول 26 وحظنا كده فاجر. مش ممكن يعني طلع لنا انزو اهو. الحمد لله نفلت بقى نطير. اعمل لايك وفولو وفعل الجرس واكتب لنا كومنت نجرب اللعيبه دي في الحساب ولا لا. وبيس.